أهلا بكم في أكبر مستشفى طبيعي في تركيا لمعالجة ضيق التنفس. هكذا رحب بنا السيد عثمان الذي يفتخر بأنه يدير أكبر منتجع سياحي يقدم السياحة البديلة كما يصفها، أو ما باتت تعرف عالميا بالسياحة الحلال. yaklaşık 300.000 metrekarelik. هناك نقص كبير في المنشآت التي تقدم السياحة البديلة في تركيا والعالم الإسلامي، وهذا ما دفعنا لإنشاء هذا المنتجع عام 2004، ومنذ ذلك الحين وعدد السياح في ارتفاع مستمر. على مساحة تتجاوز 3000 متر مربع وساحل يمتد لأكثر من كيلومترين، وبقدرة استيعابية تصل إلى نحو 9000 سرير. تقدم هنا كل الخدمات السياحية المعروفة عالميا عدا تلك التي تتناقض مع تعاليم الشريعة الإسلامية كما يقول القائمون على المنتجع. الغرف والشقق أعدت لتتوائم مع احتياجات العائلات المحافظة، وفي وسط المنتجع هناك مسجد يتسع لأكثر من 1500 شخص مع حدائق ومنتزهات عائلية وشاطئ خاص بالنساء. مضيفنا السيد شرداق يقول إنه ومع ازدياد الطلب على هذا النوع من السياحة بدأوا يدرسون فكرة التوسع، خصوصا وأن شهر رمضان بدأ يحل علينا صيفا ولعدة سنوات قادمة. أثناء تجوالنا في مبنى الألعاب المائية التقينا إسماعيل، هو سائح محلي يقول إنه وجد ضالته في هذا المكان. تركيا مليئة بأماكن السياحة، لكنها لا تتواءم مع طبيعتنا كعائلة محافظة. كنا محرومون من الاستجمام إلى أن ظهرت هذه المنتجعات. مصطفى القادم من جدة لم تختلف أسباب اختياره لهذا المنتجع كثيرا عن إسماعيل، فلا شيء يخدش الحياة، وكل أفراد الأسرة يمكنهم الاستمتاع بالمياه، فهناك 4 أحواض سباحة 2 منها للنساء فقط. دائما ترتبط اسم السياحة بنوع من انه ما في نوع من المحافظة وفي نوع من الاختلاط والانفتاح، لكن حقيقة هذا المكان يبين انه ممكن يكون هناك نوع من السياحة المحافظة. أما محمد الذي أبدى لنا إعجابه بالخدمة التي وصفها ب5 نجوم تساءل عن مثيلاتها في العالم العربي. سواحل سوريا من السواحل المعتبرة، أو سواحل مصر أو تونس أو المغرب، يعني كلها سواحل حلوة العالم عم تجي عليها السياحة، ولكن ابن البلد ما عم يلاقي مكان انه يروح يتسوح فيه. في طريق العودة كنت قد عزمت على العودة مرة ثانية، ولكن تذكرت كلمات السيد عثمان عندما انتقد تأخر ظهور هذا النوع من السياحة الحلال، وهو يقول لي وكأننا اكتشفنا فجأة أننا مسلمون، وأن مفاهيم السياحة الغربية التي فرضت علينا لا تمت لمجتمعاتنا بصلة.